أهلا وسهلا بك يا شيخنا معانا. اتفضل. أهلا بكم. قدم حضرتك للسادة المشاهدين. وسيم متولي عبد الفتاح خليل، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. فضيلة الشيخ، في المؤخرة يعني في الأيام الأخيرة ظهرت بعض الناس تقول وتشكك في ديننا، وإيه رأي حضرتك في الناس اللي بيشككوا في ديننا وبيسوءوا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قضية التشكيك قضية تعتبر من القضايا القديمة، ونفس القضايا اللي هي المثارة حاليا هي قضايا قديمة بيعاد بعثها من جديد لأغراض معينة. يعني قضية الطعن في السنة ناقشها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، نفس القضية اللي هي كل فترة من الفترات يتم إثارتها لغرض في نفس يعقوب، وهي أن القرآن الكريم ليس كل ما فيه مفصلا. بعض القرآن الكريم مفصل وبعضه بينته السنة النبوية، وبالتالي لا سبيل لفهم كل ما جاء في القرآن الكريم بمنأى عن السنة النبوية. لا بد أن تكون السنة النبوية بجانب القرآن الكريم لفهم النصوص الدينية الموجودة والآيات القرآنية الموجودة في القرآن الكريم. القضايا الأخرى اللي هي بتصار، بعض هذه القضايا قضايا طائفية زي الطعن على الصحابة أو ما إلى ذلك. وهذه القضايا من القضايا التي تثيرها الشيعة أحيانا في الطعن على الصحابة، وهي قضايا قديمة يتم بعثها لتصل الأمة إلى التمزيق والتفريق في أفرادها. فهي قضايا الغرض منها تمزيق النسيج بتاع الأمة الإسلامية وتشكيك أولادنا الصغار دولت اللي بيطلعوا ويسمعوا حاجات زي كده. كل واحد دلوقتي ماسك تليفون وبيسمع الكلام ده وبيشوف الكلام ده. مهما كان التشكيك لم ينجح هذا التشكيك على مر العصور المختلفة، ولم يستطيع أن هو يصل لأذهان المسلمين. فالعقائد الإسلامية عقائد ثابتة، والمفاهيم الإسلامية الراسخة. هناك مؤسسات راسخة في دراسة هذه العلوم بينت الأحكام المختلفة وردت على هذه الشبهات قديما وحديثا، ولا مجال لأنها تصل إلى عقول الناس مهما كان القائمون عليها. فبعضهم لا يجيد قراءة بعض آيات القرآن الكريم، فكيف له أن يصل إلى الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن على آيات القرآن الكريم أو التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سبيل إلى ذلك. إيه رأي الدين في مثل هؤلاء؟ يعني إيه العقوبة؟ هناك مؤسسات بتقوم بالرد عليهم وتبيين كذب وزيف ما يدعونه من أقوال. طيب رأي حضرتك إيه في الإعلام اللي بيساعد على كده؟ يعني بيساعد على نشر الكلام، يعني اللي بيتقال ده بيتقال في الإعلام. إيه رأي حضرتك في الإعلاميين والإعلام اللي بيساعد على نشر الكلام ده؟ ده حتة النشر، يعني ما نقدرش نقول إن النشر نشكك في كل نشر بيكون موجود، لأنه أحيانا بيكون النشر موجود ومصاحب له تبيين زيف هذه الأقوال، وأحيانا أخرى يكون متبني لهذه الأقوال ولزيف هذه الأقوال. خلاص. وفي هذه الحالة بيكون أحد الكذابين، يعني الإعلام بيقوم بدور الكذاب في نقل أقواله إذا كان يعلم كذب وافتراء ما يقول، فيأسم مع القائل بهذه الأقوال. شيخنا احنا اتشرفنا بحضرتك، شكرا لحضرتك. ماشي، اتفضلي.